ما هي زكاة المال؟ أمر الله تعالى المسلمين بإخراج جزء من المال الذي رزقهم إياه وجعلهم مستخلفين فيه، وجعل هذا ركناً من أركان الإسلام الخمسة، تطهيراً وزكاة لهم ونماء وبركة في أموالهم. فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. 103 سورة التوبة. ويمكن تعريف الزكاة لغة بأنها زيادة ونمو المال. متى تجب؟ تجب الزكاة على أموال المسلمين في حال توفرت الشروط والنصاب الخاص بالزكاة والمحدد في الشرع. والشرط لزكاة المال هو أن يحال على المال الحول، أي عام هجري. على من تجب؟ تجب على كل مسلم سواء كان ذكر أو أنثى، كبير وصغير، عاقل ومجنون. شروط وجوب الزكاة: شروط يجب توافرها في المزكي، وهي الإسلام والحرية، فلا تقبل من غير المسلم ولا تجب على العبد. شروط يجب توافرها في المال المزكى، وهي أن يكون ملكاً تاماً للمزكي مع تحقق نمائه وزيادته، وأن يكون فائضاً عن الحاجات الأصلية، وغيرها من الشروط التي تختلف حسب نوع المال. ويمنع الثنى في الزكاة، فلا يزكى المال مرتان في نفس العام لتغير صورته، كأن تزكى الماشية ثم إذا تم بيعها تخرج زكاة نقودها. الأموال التي تجب فيها الزكاة: تجب الزكاة في 4 أنواع من المال كما حددها الشرع، وهي النقود، عروض التجار، الخارج من الأرض، الحبوب والثمار والمعادن، والسائمة من بهيمة الأنعام. كيفية إخراج زكاة المال: تخرج زكاة المال للمعاملات المحلية والذهب والفضة وعروض التجارة، تكون بإخراج 2.5%، أي ربع العشر، إذا بلغت الناصب وحال عليها الحول سنة قمرية كاملة. لمن تعطى وما هي مصارفها؟ قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. التوبة 6. وبحسب الآية نعرف من هم أهل الزكاة والمستحقين لها، والذين جعلهم الله محلاً لدفعها إليهم، ولا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعاً. كنت معك أنا نور من قناة كيدزال. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا الضغط على زر الإيك والاشتراك بالقناة. دمتم في رعاية الله وعفوه.